العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحل أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية التي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار العاشرة. أستهل معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. إصابة مواطنين 2 بكوفيد 19 اليوم. نتائج مرضية لنشر التعليم والمشاركة الطلابية في الإقليم الأوسط. تواصل أنشطة التشجير في الإقليم الأوسط. قتيلان في هجوم على ناقلة نفط في بحر العرب. الصين تشهد موجة من تفشي كوفيد 19 هي الأسوأ منذ ووهان. إعادة فتح الطريق الساحلية رسميا بين شرق ليبيا وغربها. أهلا بكم من التفاصيل. إعلان من وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي أجرت اليوم 31 من يوليو في مراكز العزل بالإقليم الأوسط أظهرت إصابة مواطنين 2 من أسمرة بكوفيد 19. في غضون ذلك شفي 25 مريضا 13 منهم من الإقليم الجنوبي و12 من الإقليم الأوسط، ووفاة مريضة كورونا من الإقليم الجنوبي تبلغ من العمر 84 عاما. وبهذا بلغ عدد المصابين بكوفيد 19 في البلاد حتى الآن 6547، شفي منهم 6444 ووفاة 35 مريضا، فيما لا يزال 68 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 31 من يوليو 2021. أعلن مكتب التعليم في الإقليم الأوسط تحقيق نتائج مرضية من أنشطة نشر المدارس وتشجيع المشاركة في التعليم. وأوضح مسؤول المكتب الأستاذ بلاي هبتقابر لوكالة الأنباء الإترية أن 135 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية كانت في المدينة فقط بالإقليم عام 1991. ونتيجة للاستثمار الكبير الذي جرى في التعليم بعد الاستغلال ارتفع عدد المدارس بنسبة 220% لتصل إلى 341 مدرسة. وذكر فتح 139 روضة أطفال حكومية وخاصة في المدينة والريف لإيلاء الاهتمام بالتعليم قبل النظام، والتي أرست الأساس لحصول الأطفال على تعليم تمهيدي يساعد المشاركة في المراحل اللاحقة. وقال المسؤول أن طلاب ضواحي أسمرة كانوا يضطرون للقدوم إلى المدينة لتلقي التعليم الثانوي، ويتسبب ذلك في مقاطعة التعليم نتيجة بعد المسافة. وقامت الحكومة بخطوات بعد الاستغلال لحل هذه الإشكالية، وشيدت 15 مدرسة في مختلف مناطق الإقليم. وحول المشاركة في التعليم أوضح الأستاذ بلاي المشاركة والاهتمام العالي لإرساء المدارس عن قرب وزيادة الوعي، مؤكدا المشاركة والمنافسة الكبيرة للطالبات. وأشار إلى فتح مدارس للصم والمكفوفين وذوي الإعاقات الذهنية. وشدد مسؤول مكتب التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ بلاي هبتقابر على الأهمية الكبرى لمساهمة كافة قطاعات المجتمع لجودة العملية التعليمية عامة وكفاءة ومنافسة الطلاب خاصة، مناديا أولياء الأمور لمتابعة أبنائهم والمساهمة لسد نواقص المدارس. وتستقبل مدارس الإقليم الأوسط أكثر من 145 ألف طالب من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. جرت اليوم 31 من يوليو أنشطة نفير في بيت قرقش وماي دمنت في الإقليم الأوسط بمشاركة الشعب ومختلف المؤسسات بهدف التشجير وإصلاح مجاري المياه. ونفذ في النفير الذي شاركت فيه جمعيات النضال والفرقتين العسكريتين 59 و84 وشركتي موسى علي وسعوة للإنشاءات أعمال بناء المدرجات والتشجير. وأوضح خبير التشجير وحماية الحياة البرية السيد ميكيال أبراهام عن بناء المدرجات في مساحة 2.5 هكتار وغرس 3000 شجرة في النفير الذي شارك فيه 2600 شخص. وأوضح أن معظم الأشجار المغروسة هي أشجار البان بالإضافة إلى أشجار الزيتون والصنوبر وغيرها من الأشجار المستوطنة. وأكد المشاركون في النفير العمل لإنجاح الحملة الخضراء التي تنتظم البلاد لفوائدها الكبرى، منادين لرعاية الأشجار المغروسة لضمان نموها.
توفي يوم أمس 30 من يوليو لاعب كرة القدم الإريتري الشهير إيتالو فيزيلو عن عمر ناهز 80 عاما. وكان اللاعب إيتالو من نجوم كرة القدم الإريترية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، لاعبا للنادي حماسين ومنتخب إريتريا، وساهم مع 8 لاعبين إريتريين في إحراز اثيوبيا كأس أفريقيا عام 1962. وعمل إيتالو فيزيلو كبير المستشارين الفنيين في الاتحاد الوطني لكرة القدم حتى وفاته. الفقيد الرياضي إيتالو أب ل4 أبناء، وقد وري جثمانه الثرى اليوم 31 من يوليو في مدينة روما الإيطالية. ويعرب الاتحاد الوطني لكرة القدم عن بالغ حزنه لوفاة الرياضي إيتالو فيزيلو، ويقدم تعازيه الحارة لأسرته وقدام الرياضيين ومجتمع الرياضة عامة وزملاء العمل. سيداتي سادتي، بعد هذا الفاصل الموسيقي نوافيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. أعلنت شركة زودياك ماري تايم المشغلة لناقلة النفط التي تعرضت لهجوم أسفر عن مقتل شخصين قبالة سواحل سلطنة عمان أنها تبحر حاليا تحت سيطرة طاقمها وبمواكبة البحرية الأمريكية. وقتل 2 من طاقم الناقلة في هجوم تعرضت له قبالة سواحل سلطنة عمان، كما أعلنت الشركة المشغلة للسفينة. وقال مسؤول إسرائيلي أن طهران تزرع العنف والدمار، واعتبر أن الجمهورية الإسلامية تشكل مشكلة ليس فقط لإسرائيل بل للعالم بأسره. ولم يستبعد خبراء أمنيون بأن يكون لإيران علاقة بالهجوم الذي وقع في منطقة استراتيجية تم فيها استهداف سفن إسرائيلية من قبل. تواجه الصين موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا بدأت في مدينة نانجينغ وانتشرت إلى 5 مقاطعات إضافة إلى بكين. وصفتها وسائل الإعلام الحكومية بأنها العدوى الأكثر انتشارا بعد ووهان. وأصيب ما يقرب من 200 شخص منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في مطار المدينة المزدحم في 20 من يوليو. وأفادت وكالة أنباء شنخوا أن 9.3 مليون من سكان المدينة بما في ذلك زوارها وضعوا في حجر صحي، كما أنهم سيخضعون للاختبار بأقرب وقت. ويعتقد المسؤولون أن التفشي الحالي مرتبط بمتحور دلتا شديد العدوى. وأظهرت اختبارات كوفيد-19 أن الفيروس انتشر حتى الآن في 13 مدينة على الأقل، بما في ذلك مدينة تشينغدو والعاصمة بكين. ومع ذلك يرى خبراء أن التفشي لا يزال في مرحلة مبكرة ومن الممكن السيطرة عليه. أعلنت اللجنة العسكرية 5+5 التي تضم عسكريين ليبيين من طرفي النزاع عن إعادة فتح الطريق الساحلي الذي يربط بين شرق البلاد وغربها، والذي كان قد أغلق منذ العام 2019 بسبب الصراع الليبي. وأفادت اللجنة العسكرية التي تضم عسكريين من الطرفين المتناحرين في بيان أنه أعيد فتح الطريق الذي كان قد أغلق بسبب القتال على الجانب الشرقي. وقام رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة نهاية يونيو بتدشين إعادة فتح هذا الطريق على الجانب الغربي، ولا تزال هناك حواجز على جانب الطريق الذي يمر المنطقة التي تسيطر عليها قوات خليفة حفتر رجل شرق ليبيا القوي. وتأتي هذه الخطوة في صلب مفاوضات لجنة 5+5 التي تشكلت في أعقاب توقيع وقف إطلاق النار في 23 من أكتوبر برعاية الأمم المتحدة. تلونت مياه بحيرة قريبة من مدينة ريلو بمقاطعة شوبوت جنوب الأرجنتين بلون وردي يثير الدهشة والاستغراب، ويدفع المرأة إلى البحث عن تفسير لهذه الظاهرة الطريفة والقريبة التي يوضح الخبراء والناشطون البيئيون أنها ليست سوى حالة تلوث ناجم عن مجمعات صناعية قريبة من البحيرة. ويوضح الخبير في علوم الإحياء والمختص في معالجة المياه فيدريكو ريستيرو أن اللون الوردي في البحيرة يعود إلى مركب هيدروكبريتيد الصوديوم الذي تم استخدامه في مزارع الأسماك القريبة للتنظيف
بقع الأكسيد من على الجمبري. من جهته يقول الناشط البيئي في مقاطعة شوبوت لأنها إلى الآن لم تحل معضلة البحيرة الوردية التي أصبحت كذلك بعد أن تحولت إلى مكب لنفايات المجمعات الصناعية. سيداتي سادتي، وقبل أن نودعكم إليكم أبرز ما جاء في هذه النشرة: إصابة مواطنين 2 بكوفيد 19. نتائج المرضية لنشر التعليم والمشاركة الطلابية في الإقليم الأوسط. تواصل أنشطة التشجير في الإقليم الأوسط. قتلان في هجوم على ناقلة نفط في بحر العرب. الصين تشهد موجة جديدة من تفشي كوفيد 19 هي الأسوأ منذ ووهان. إعادة فتح الطريق الساحل رسميا بين شرق ليبيا وغربها. بهذا نكون قد وصلنا إلى نقطة الختام. في أمان الله وحفظه.